نتفرجوا في هاد الفيديوهات ونحاولوا نفهموا علاش كيقولوا هاد الهضره هادي ونردوا عليهم في نفس الوقت. هو كيروح المغرب، عباك قطاع السيارات في المغرب في المروك شحال يخدم؟ 250 الف بنادم، وربع مليون مغربي، وربع مليون عائله مغربيه عايشه بهذيك الماكله، هي عايشه صح بقطاع السيارات. ils sont صح في surendettés الجيري، مالا صح في وين راحوا الجيري لي علاش ديتات تاعهم اللي راحوا ديتي للملك مادام اللي دات اللي راحوا كيتحكي للملك لهم ما سمعي لي اللي دات اللي كيتحكي لهم هذيك سي ان سين دو كوا، سي ان سين دو كوا انت بلا مادام كيكون يسلفوا لك دراهم. حنا برك يعني ما حبينا لهمش الحقره، يعني الدل اللي راهم فيه يعني يلحقوا حتى ولاو ياكلوا من الزبل ولاو يلقطوا ولاو كذا. رغم يعني الدوله الجزائريه كانت واحد الوقت واقفه معهم يعني ماديا ومعنويا. نتمناو ان شاء الله المغاربه يفيقوا شويه، يفيقوا يديروا كيما داروا. كاين الناس اللي كانوا مظلومين ومحقورين وفاقوا ناضوا هضروا، يعني ما تلحقوش يعني الدل هذا ما يحبوش حتى رب العالمين. ما نفض الغبار على كان نقول لكم يا المغاربه نعرفوكم الرجال ونعرفوكم. السلام عليكم. علاش الجزائر عندهم مشكل مع المغرب؟ فمثلا الا كان واحد الجزائري هنا كيشوفها يقول علاش المغرب عنده مشكل مع الجزائر، ولكن في الحقيقه لا. السؤال اللي صحيح باش نسولوه هو علاش الجزائر عندها مشكل مع المغرب. باش نفهموا هذه القضيه هذه خصنا نعرفوا التكوين ديال كل بلد كيفاش داير، والايديولوجيا اللي تبناها بمورا الاستعمار باش نفهموا كيفاش الامور غاديه عندهم. فمثلا المغرب مملكه تاريخيه قديمه، هادشي كاين، والمغرب كان قبل الاستعمار، والمغرب قدر يحافظ على الوجود ديالو اثناء الاستعمار، وغادي يبقى من مورا الاستعمار او من مورا الحمايه الفرنسيه. بالنسبه للجزائر ما كاينش. فهاد الخاصيه اللي عند الجزائر كاين عند بزاف ديال الدول حول العالم، انهم دول ما كانوش، والاستعمار نوعا ما اسسهم ودار واحد الدوله وطنيه من مورا الاستعمار. والهدف ديال الدوله الوطنيه هو انه يضعف ديك الدوله المركزيه اللي كانت قبل. فبحال مثلا القضيه ديال الدوله العثمانيه والدول العربيه. الدول العربيه ما كانوش، الدول العربيه صناعه ديال سايكس بيكو كلهم. الهدف ديال هذه الصناعه الفرنسيه البريطانيه هو اضعاف الدوله العثمانيه وما يخليو انه يكون واحد المجموعه ديال الكيانات ما بينها وما بين استعاده الامجاد ديالها. نفس القضيه مع المغرب. فمثلا كان لومبير شريفيان، ولكن قبل لومبير شريفيان كانت الدوله الزيدانيه، قبل منها كانت الدوله المارينيه كامبراطوريه كبيره، قبل منها كانوا الموحدين، قبل منها كانوا المرابطين. باش نحبسوا هذا الحلم ديال استعاده المغرب نديروا واحد الحاجه مهمه، اننا نصنعوا مجموعه ديال الكيانات، مجموعه ديال الدول، وكل دوله عندها واحد الهويه، وهذه الهويه ديالها غادي تجيبها من واحد العدو خارجي، وهذا العدو الخارجي هو المغرب. فباش نفهموا ماشي الجزائر بوحدها اللي كتعتبر المغرب عدو، فحتى موريتانيا راه كتعتبر المغرب عدو. واي واحد كيقول لكم شي حاجه خارج هذا الاطار راه تيكذب عليكم. موريتانيا كيشوفوا ان المغرب هو المهدد للاستقلال ديال موريتانيا، حيت كيشوفوا ان موريتانيا كان جزء من المغرب في واحد الوقت والمغرب خاصو يردها. هادشي غادي يردنا للسؤال اللي سولناه في الاول، علاش الجزائر كتعتبر المغرب عدو؟ اشنو هو المشكل ما بين الجزائر والمغرب؟ الجزائر في التاسيس ديالها كانت محتاجه لواحد السرديه وطنيه معينه، سرديه وطنيه اللي غادي توحد الشعب وتجمعه. وهنا فين غادي تجي قضيه العدو الخارجي المغربي وحرب الرمال وما قبل حرب الرمال. حين ما نساوش واحد الحاجه، هو ان الجزائريين هما اللي بداو الحرب. فانا ما كنتش عارف انه كان واحد المجموعه ديال الجنود المغاربه في الحدود، والجزائريين مشاو قتلوهم وحرقوهم. انا ذاك ماشي الدوله الجزائريه، لان في ديك الساعات كانوا جوج ديال الجيري. فإلا عجبك هذا المحتوى دير جيم وبارطاجيه وشاركوا مع اصحابك وخلي لي شي كومونتير. الجيري ديال بن بله، وكانت الجيري ديال هواري بومدين، وهواري بومدين هو اللي كان كيدير هذه الحركات باش اول حاجه يسهل عليه الانقلاب، حاجه ثانيه باش يخلق واحد العدو خارجي اللي غادي يصدر ليه الازمات ديالو. ومن هنا فين بدات القصه ديال المشكل ما بين المغرب والجزائر. فالا فهمت هذه القضيه مزيان غادي تفهم علاش مثلا مؤخرا فاش قطعوا معنا الحدود قال لك السبب هو ان المغرب حرق لنا الغابات، وهذا الشيء ما يمكنش، لان الغابات كيتحرقوا كل عام في شهر 8، وحاليا في شهر 8 راه الغابات باقي عندهم كيتحرقوا. وقال لك السبب الثاني هو ان المغرب كيعادينا منذ الستينات، فهو اللي هجم علينا، ولكن في الحقيقه لا. المغرب هجم عليهم اولا لانهم لما بداو الحرب. المغرب هجم عليهم سبب ثاني انهم ما وفاوش بالوعود ديالهم، حيت كان واحد الوعد ما بين محمد الخامس والرئيس الجزائري انذاك، اعتقد ان سميتو فرحات حشاد، انه بعد استقلال الجزائر الجزائر غترد للمغرب داكشي ديالها اللي هي الصحراء الشرقيه، وغندير واحد المجموعه ديال الاتفاقيات ديال الاخوه والتبادل. وهذه الجزائريين اون فوا خداو الاستقلال
تنكروا لكل شيء وقالوا للمغرب حنا ما غادي نعطيوكم والو، ماشي شغلنا والو فيكم، وسيروا دبروا حالكم. هاد القضيه ماشي مشكل. فباش تفهم علاش هذاك العداء الجزائري تجاه المغرب ولا كيشكل واحد المصدر ديال الوطنيه الجزائريه، وطنيه زائفه. وهادشي كنشوفوا مثلا الجزائري ما عندوش مشكل يعيش بواحد، ما يعيش مزيان، ولكن كيبقى في واحد التنافس مع المغرب. فالى هذاك الحاجه اللي كيعيشها خايبه مغاربه كيضحكوا فيها، كدير فيهم النفس انهم يتبدلوا. فمثلا في الكره في اي حاجه كيحتاجوا انهم ديك المقارنه مع المغرب، كيشوفوا المغرب اشنو دار، ماشي باش يوليو بحال المغرب ولا المغرب احسن، وانما كاين هذيك واحد تعتبر المغرب واحد العدو اللي هو في واحد الحاله ديال التنافس والعداء معاه باستمرار. حاجه ثانيه هو الايديولوجيه اللي اختارت كل بلاد. فالمغرب بقياده الملك الحسن الثاني اختار انه ينحاز للحلف الغربي، مع العلم ان الحلف الغربي ما كان كيعتبرناش جزء منه. وهذا الشيء لعده اسباب، لانه حتى المغرب كانت دوله منحازه للحلف الغربي، ولكن في نفس الوقت حنا راه دوله يساريه اشتراكيه، حيث الاحزاب اللي خدات المغرب بعد الاستقلال كلها احزاب يساريه اشتراكيه وشيوعيه. ومن موراها في الثمانينات غادي يجيو الحركه الاسلاميه اللي هما تيامنوا بمبادئ اليسار وهذه الافكار ديال اليسار والعداء لامريكا والانحياز اتجاه الشرق وكل شيء، ولكن كاين شويه ديال الاسلامه في هذيك الافكار. الجزائر غادي تختار الحلف اللي كيختاروه كل الدول اللي اسسها الاستعمار، اللي هو الحلف الاشتراكي، او ما يعرف حلف ديال دول مؤتمر عدم الانحياز. هاد الدول هادي ديال دول العالم الثالث داروا واحد الحلف ديالهم اللي الهدف ديال هذا الحلف انهم يتحدوا مع الاتحاد السوفيتي ويحاربوا به الحلف الغربي. فكيف ما كتشوف انه حتى الاختيارات الايديولوجيه فرقات البلدين كثر، وصنعت واحد النوع ديال الهوستيليتي، واحد العداء المستمر. داكشي علاش غادي تلقى ان الجزائر عندها واحد التحالف هو غير منطقي مع جنوب افريقيا، مع نيجيريا، مع مصر، مع كوبا، مع هاد الدول هادو اللي غادي تشوف ما بيناتهمش واحد النوع ديال التحالف الاقتصادي ولا واحد التبادل اقتصادي ومالي، ولكن بيناتهم تحالف ايديولوجي. ما تيعاونوش بعضياتهم، ما تيتبادلوش بعضياتهم مع سميتو. وهذا هو المشكل ديال التحالف ديال دول العالم الثالث، انهم متحالفين ايديولوجيا، ولكن التبادل الاقتصادي والمنفعه الاقتصاديه ديالهم اللي غتنفع الشعوب ديالهم كلها مع دول الغرب، كلها مع دول الكفار. وهذه المفارقه عجيبه بزاف. فغادي تشوف ان هذه الدول عندهم واحد التحالف في وسط افريقيا وما تيحملوش المغرب وتيحاربوا المغرب وكل شيء ضد المغرب، حيت المغرب جا في الطرف الاخر. ولكن في نفس الوقت المغرب عنده تبادل اقتصادي مع هذه الدول اكثر من التبادل الاقتصادي اللي عندها الدول مع بعضياتها. عندنا 1 مليار دولار والميزان التجاري في اتجاه مصر، عندنا تقريبا شي 700 ولا 1 مليار دولار مع الجزائر، عندنا واحد الميزان تجاري كبير مع نيجيريا وغادي يكبر مع انبوب الغاز. فهاد القضيه ديال الايديولوجيا شي حاجه مهمه بزاف اللي كتبين لك كيفاش هاد الدول خدامين، كيفاش هاد الدول كيسبقوا الولاء والايديولوجيا على الكفاءه والمنفعه الاقتصاديه. الى عجبك هذا المحتوى دير جيم وبارطاجيه وشاركوا مع اصحابك وخلي لي شي كومونتير.